اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الفراخ البلدي المحشية رز في البيت، وهنعملها باللون الذهبي التحفة دوت. طبعا شوفوا لونها متجانس جميل جدا. السر في حاجة واحدة بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هيبقى معايا الفراخ مغسولة كويس جدا طبعا بالمية والدقيق والخل والليمون، ومتنشفة يعني او متصفية من المية. وبعد كده هبجيب بصلة ببشرها او بضربها في الكب عادي، وبعد كده بحط لها ملح وفلفل وادعكها كويس جدا في بعضها، عشان دي هغلف بيها الفرخة بتاعتي من جوه ومن بره. واحط البصل برضو من جوه الفرخة وبين الجلد وبين اللحم، بغلفها بيها. الخطوة دي مهمة جدا. وهعمل الفرختين بالمنظر ده، وبعد كده هسيبهم على جنب شوية لحد ما اعمل الرز بتاعي. طبعا زي ما انتم شايفين الطريقة بتاعتنا النهاردة دي بتخلي الفراخ متحمرة بطريقة جميلة جدا ولونها حلو قوي، تنفعك في العزومات. وكمان بتخلي الرز ما محملش هم، يعني ان الرز بقى يقع في الشوربة والفرخة يعني تفرقع منها الرز وكده. لا، بتطلع مظبوطة جدا وجميلة جدا، تنفع في العزومات، تنفع في اي حاجة، تبقى صنف يعني كده في العزومة شكله جميل. وكمان الطريقة دي بتنفع يتعمل بيها الحمام، نفس الحكاية بالظبط، ممكن اعمله بيه حمام. بعد كده بقى هيبقى معايا بصلة برضو مقطعها نفس الكلام، وهبدأ ويكون معايا كمان كوبايتين من الرز مغسولين كويس جدا. وبعد كده في حلة بقى على النار هحط شوية من الزيت، ممكن احط زيت على سمنة، بس لازم يبقى معايا زيت علشان خاطر الرز يبقى يعني مفلفل كده زي ما بيقولوا، وما يعجنش في بعضه. وابدأ بقى يعني اخلي البصلة تدبل شوية كده، وبعد كده احط لها الرز بتاعي، واحط بقى التوابل بتاعتي. التوابل سهلة جدا، طبعا الفلفل اهم حاجة، والملح بكتر شوية، ومعايا 7 بهارات، وكمان معلقة قرفة. واهم حاجة بقى في الموضوع او التركة بتاعتنا اللي هي معلقة من النعناع، نعناع الناشف. وابدأ بقى ايه اقلب كله في بعضه كده، واحط كوباية من المية على كوبايتين الرز دول، واسيبهم يتشربوا. طبعا الرز كده بيستوي معايا نص تسوية، علشان احشي بيه الفراخ بتاعتي. التسوية بتاعته بتبقى نص ونص، وبيطلع حلو جدا في الاخر، وبيبقى مستوي جدا جدا، وما بخافش طبعا ان هو ما يطلعش مستوي ولا حاجة. الطريقة ديت متجربة جدا يعني، وانا يعني معتمداها، وجميلة قوي قوي وسهلة يعني. بس بعد كده هبدأ احشي الفرخة بتاعتي، هحشيها ومحشيها بالرز، مش هاملة الفرخة قوي، لازم يبقى فيها تهوية شوية على اساس ان الرز ده برضو هيزيد حجمه كمان شوية في التسوية. واحط برضو الرز بين الجلد واللحم زي ما انتم شايفين، وابقى عاملة في حسابي برضو انه ما يبقاش مليان قوي، او الصدر ما يبقاش مليان قوي بالرز علشان حجمه هيزيد. بس بملى كل الفراغات زي ما انتم شايفينها كده. واعمل الفرختين بنفس الطريقة، وبحاول اوزع الرز بتاعي في كل الجهات. بس بعد كده بقى ايه احط بقى الرجل بتاعي، طبعا عامل هنا برضو من ناحية من قدام من عند الرقبة بملاها برضو. بعد كده بحط الرجل بتاعتها في الفتحة، احط رجل واحدة بس، والتانية بحطها تحت الرجل دي اللي هي دخلت في الفتحة.
وبضمن طبعا كده ان هي هتطلع بنفس الشكل اللي انا دخلته بيها، تتسوى يعني بيها زي ما انتم شايفين. بحطها تحت الرجل التانية بالظبط كده، هي تمام جدا. قبل بقى ما هسويها هبدأ اجيب معلقة من السمنة واحاول اعمل بيها الفرخة كلها كده، ادهنها بيها كلها علشان يعني دي هتساعدني في التحمير بتاعها. طبعا انتوا تقدروا تعملوها بفرشة عادي، انا بعملها لان لابسه جوانتي مش مشكله خالص. طبعا السر بقى بتاعنا الجميل اهوت اللي هتخليها متحمره بطريقه متجانسه وطريقه متناسقه وجميله، هو الكيس الحراري. الكيس الحراري ده انا بجيبه وبحط فيه معلقه من الدقيق كده، وبغلف بيه الكيس من جوه زي ما انتم شايفين. الفكره بس عشان الفرخه بتاعتي ما تلزقش في الكيس، هي كده كده مش هتلزق، بس احتياطي بحط معلقه من الدقيق. بعد كده بحطها في الكيس بتاعي عادي. و في ناس بتخرم الكيس كده كذا خرم بخلة سنان، بس طبعا الطريقة ديت ماهيش فارقة خالص، هو مش محتاج، هو مجهز على ان الحاجة تتحط فيه وتتقفل بالطريقة دي. بس كده ببدأ بقى اغلفه زي ما انتم شايفين، واعمل التانية بنفس الطريقة، واجيب بقى صينية واحط فيها نصها كده مية من الكتل بتغلي يعني. اهم حاجة انها تكون بتغلي بس عشان تساعدني في التسوية. بعد كده قعدت ساعة وربع في الفرن بالمنظر ده. شوفوا طلعت تحفة ما شاء الله. يعني ما حملتش هم بقى ان انا لسه هحمرها ويا ترى هي الرز هيستوي كويس او هيفرقع في الشوربة ولا الكلام ده. طلعت ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحفة جميلة جدا. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ولونها زي ما انتم شايفين ذهبي وجميلة جدا، تسوية حلوة قوي. طالعة فراخ مستوية جدا، لونها حلو قوي، تنفع في العزومة، في اي عزومة، تنفع من غير عزومة برضو، جميلة قوي قوي. ريحة البيت كله طالع تحفة ما شاء الله. جربوها مش هتندموا. بس متنسوش تدعوا لي دعوة حلوة، وتدعوا لمازن ابني بالدعوة الحلوة ان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. واشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.